السلام عليكم. النهارده هنعمل معاكم الرز بالشعريه. وطبعا الرز بالشعريه يا جماعه في حاجه كده بتخليه مفلفل وجميل، ومش صعب ان احنا نخليه مفلفل وجميل وما يلزقش معانا في الحل. اهم حاجه بس نتابع الخطوات والتكات اللي انا هقول لكم عليها بالظبط، هيطلع معاكم احلى رز وكل اللي ياكله هيتوهم بيه حرفيا. اهم حاجه الرز احنا بنجيبه يا جماعه بنغسله كويس، ما تسمعيش كلام حد يقولك ما تغسلوش، لا اغسلي الرز كويس. وبعد ما بتغسليه بتسيبيه بتصفيه. وبعد ما بتصفيه بنجيب بعد كده حله على النار زي ما انتم شايفينها، ونحط فيها ماده دهنيه، يعني ربع كوبايه من الماده الدهنيه كوبايه زيت. والزيت بتاعنا يفضل يكون زيت نظيف ان هو بيفرق في طعم الرز. بعد كده يا جماعه اللي ماشيين بالميزان 50 جرام من الزيت، هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. تمام، حطينا الماده الدهنيه بتاعتنا وهننزل عليهم كوبايه شعريه، والكوبايه اللي هنعاير بيها الشعريه هنعاير بيها الرز بكوبايه موحده. تمام، سواء كوبايه شاي او كوبايه كوبايه معياريه. وفي نفس الوقت حاطه الميه بتاعتي على النار تغلي. دلوقتي انا حطيت كوبايه الشعريه عشان تاخد اللون معايا. وبعد كده رحت حاطه بقى التكه المهمه، حاطين فصين مستكه اللي انت شفتيهم في ايدي كده، فصين مستكه. ليه؟ بتدي طعم حلو للرز وتخليه بجد حرفيا يتاكل حاف. بعد كده فضلنا نقلب كده في فصين المستكه مع الشعريه، هما بيسيحوا مع بعض وانا عايزاهم ياخدوا اللون موحد. ضروري الشعريه تاخد معاك اللون. الشعريه لو ما خدتش معاك اللون هتعجن معاك الرز. دي تكه، اول تكه اقول لك عليها. تمام، يبقى كده خدت معايا الشعريه اللون بتاعي، اللون الذهبي الجميل. هنزل عليها بنص كيلو من الرز، يعادلوا 3 مجات من الرز. الرز بتاعي غسلته ولازم اغسله حلو بدل مره 2 و3، وبعد كده صفيته. انا بحطه في المصفى دي جميله جدا بتصفي لي الميه، ما نحطوش بميته عشان ما يعجنش معانا الرز. تكه مهمه. تمام، بعد كده ما حطيت الرز هبتدي اقلب فيه. انا عايزه اغلف الرز بتاعي بالماده الدهنيه وعايزاه يسخن في ثواني كده. احس ان الرزيه حبات الرز اول ما سخنت معايا بقول لك اهي، بمسكها لقيتها لسه ما سخنتش، افضل وراها اقلب لغايه ما الاقي حبات الرز سخنت معايا. ضروري جدا. ليه؟ سخن مع سخن هيدينا حبات رز مفلفله. يعني يعني دلوقتي انا الميه بتاعتي المغليه هنزلها على الرز، والرز بتاعي سخن والميه بتاعتي مغليه. مقدار الرز ده قد ايه؟ 4 مجات من الميه المغليه. يعني كم بالجرام؟ 750 جرام الميه المغليه على نص كيلو الرز. وكوبايه الشعريه، كوبايه الشعريه في حدود ال 150 جرام يا جماعه. يبقى 3 مجات رز وكوبايه شعريه. كوبايه الشعريه بتاخد كوبايه ميه، و3 مجات بياخدوا 3 كوبايات من الميه المغليه. تمام، غلينا الميه وسخنا الرز. سخن مع سخن يدينا ماده سخن مع سخن يدينا حبايه رز مفلفله تاخدوها قاعده. تمام، بعد ما قلبنا الرز كده بالميه كده هننزل عليهم معلقتين ملح صغيرين، وما كترش الملح. هنحط معلقه صغيره ونقلب. محتاج ملح تاني هنحط، مش محتاج خلاص. لو كترنا الملح مش هنعرف نعالجه. تمام. تمام، بعد ما قلبناهم بالملح كده ودوبنا الملح حلو مع الرز، هننزل كده. انا نزلت كده بالمعلقه بتاعتي سنبله المعلقه عشان اشوف مقدار الميه بتاعي مظبوط وبانا كده صح ولا نزلت كده بالمعلقه لقيت المقدار بتاعي فعلا نص يعني نص العقله بتاعت صبعك. الميه، مقدار الميه نص عقله صبعك. يبقى كده مقدار الميه بتاعي مظبوط، مش هيعجن وهيبقى مفلفل ومعايا وجميل. طبعا النار العاليه خليته على نار عاليه لغايه ما احس انه يتشرب زي ما حضرتك شايفه كده. اول ما يبتدي يتشرب هيهدي النار. انا بوريهولك اهو. تمام، انا اهو لقيته اتشرب. بقول لك بهدي النار. جات لي اسئله كتيره، انت بتعلي النار ولا بتهديها لما تيجي تحمري الشعريه؟ انا بعلي النار لما باجي احمر الشعريه، وانا وريتها لكم. بعد كده ما اتشرب معايا هديت النار ربع ساعه بالظبط، كان الرز معايا استوى. طب استوى على طول عشان مقدار الميه بتاعي مظبوط وما عجنش معاه. خلي بالك كترت الميه الرز بتاعك هيعجن. وضروري هتغلي الميه وهتسخني الرز عشان احنا اتفقنا سخن مع سخن يدينا حبايه رز مفلفله. بعد ما استوى شايفه حبايه الرز بتاعتي مفلفله وجميله ازاي؟ من اول حبايه لغايه اخرها الرزيه مفلفله معايا، وما اللي زقتش معايا في قاع الحله ولا شطت ولا جرالها اي حاجه. وخلي بالك انا ما حطيتش صاج ولا حطيت شياطه ولا حطيت اي حاجه. بقول لك بالله عليك لو لسه بتتفرجي عليها ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه، ويا ريت تعملي لنا تعليق حلو كده، ويا ريت تشيروا لنا الفيديو. تمام. دلوقتي بقى انا خلصت الرز وطفيت عليه. في الوقت دوت جبت الطبق بتاعي وعايزه اغرفه لكم. شايفين بقى وانا بغرفه حبايه الرز مفلفله وجميله ازاي؟ من رزايه اخت الرزايه. وكمان الحله بتاعتنا ولا الرز ولا لازق فيها اي حاجه ولا شيطه ولا ملسوعه ولا اي حاجه. بجد وهمي وتحفه، هيشرفك وسط العزايم. شايف الرز بتاعي جميل جدا. لو في اي حاجه اكتبها لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك. شايف الرز بتاعي مفلفل ازاي وجميله؟ الرزايه اخت الرزايه جميل جدا. شايفه؟ انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف وهو. وبعدين في الاخر انا كده خلصت الفيديو بتاعه وقلت اغرف لكم طبقه كده. لو انت عندك ضيف ولا حاجه وعايزه تقدميه بتحط له نص معلقه سمنه بلدي على الرز، بيخلي الرز وهمي تحفه. انا كده خلصت